المشاهدين، اخواني خواتي، اول شي قالوا اكو هذا المكان يعني صحول للايشان اللي هو يبعد عن البيوت تقريبا، بعيد يعني كلش بعيد. يعني اذا هسه اصور البيوت راح تنصدمون. هذا نيك البيوت اللي اني اجيت من عندها، تشوفون الغابات، فهذا قالوا انه هذا ايشان يعني مقبرة مال الاطفال، فاجيت عليها اني. وهسه عندكم علم يعني الدنيا مغربية كلش، فقالوا الطنطل يتواجد بهذه الاماكن، يعني بهذا المكانات هذه. هذا قبرين ذني عندكم علم. وهسه اجي هاي القبور يعني هسه وصلتها، يقولون يعني انه هو يتواجد بهذه الاماكن. هذه مقبرة مال الاطفال اعتقد، اي لانه هذول والله هلا اصورين النهاية. هذا طفل ما اعرف كبير. هذول شنو؟ هذول 3 اخوان يمكن، اي او 4. وهسه اني الدنيا مغربية، يعني الدنيا مغربية، هسه جاي اذن يعني. وانا جيت لهذا المكان واكو جماعة قالوا انه اللي يمر من هذا المكان، هذا شوفوا هذا المكان اللي يمر من عنده، يقولون يضرب الطنطل حجر. هذا المكان هذا هم قبر يعني، فهذا المكان اللي يمر من عنده اي واحد. هذا شارع، هذا يعني شارع، وهذه نية مغربية يعني هسه عندكم علم يعني الله مدامس. فهذا الشارع، ايه هذا الشارع شوفوا اخواني زين المشاهدين، وانا كنت فوق ذيك التلة يعني ذيك هي. هذا الشارع شوف اخواني، هذا يقولون اللي يجي بهذا المكان يفوت من هنا يعني ضربه الطنطل يرمي حجر. زين انا شفت مقطع الجماعة يعني طالع لهم في الطنطل، ما اعرف شرح، ما اعرف قناع مال غوريلا ملبسيه يعني، واحد شخص ما اعرف خيال صحيح، ما اقدر يعني اكد على هذا الشيء. فيعني يقولون انه هذا يعني مكانه للطنطل. فانا اجيت دخلت هنا اخوان شوفوا. طبعا هذا وادي، هذا وادي، انا هسه جاي دا اتمشى بالوادي يعني، واتمنى يطلع لي هو الطنطل. وهذا المكان اللي اجيت اني من عنده شوفوا، هم اظلم، وادي اظلم. فحبيت انوه يعني للاخوة المشاهدين انه الطنطل يقولون المغربية يطلع. اي وين الطنطل؟ اني هسه دا افتر هنا، دا افتر يعني يكون هذا الطنطل يكون هذا الطنطل الواقف مقابيلي. خلنا نشوفه نوه عليه قريب. هذا ما اعرف شنو هذا اللي دايبوه علي. هذا شوف عيونه اخوان شوفوا، ما اعرف شنو هذا. فيعني يوقف مقابيلي هو هسه، هذا دايبوه علي يعني، ف ما اعرف شنو، ما يخوفني ما يهزني هذا، ما انهزل هيك شي يعني. اخواني اعزائي المشاهدين، وكمل السير. وهسه هم اصور مقطع ثاني، هذا المقطع صار طويل يعني. تحياتي.